السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. جايه لكم النهارده فيديو جديد جميل جدا هنعمل فيه احلى واجمل وصفة للكنافة بالمانجا والكريم شانتيه. لو هتشتريها من المحلات مش اقل من 300-400 جنيه، ومش هتكون بطعامة وجمال الكنافة بتاعتنا. كمان تكلفتها بسيطة جدا، بخطوات بسيطة تكوني عاملاها. احلى صينية كنافة بالمانجا من احلى طرق الكنافة، وبجد طعمها خطير. ولو مش متوفر عندك مانجا تقدري تعمليها باي حشوة موجودة عندك. اي فاكهة موجودة زي الفراولة مثلا هتليق قوي مع الكنافة والكريم شانتيه. ممكن تعمليها في صينية او كاسات صغيرة. يلا بينا نشوف الطريقة، بس الأول نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ. أول حاجة هعملها هو شربات الكنافة. جبت حلة وهضيف فيها كوبايتين من السكر، هضيف عليهم كوبايتين من المية. شربات الكنافة بيبقى تقيل وبارد. هضيف عليهم نص عصرة ليمونة وباكت من الفانيليا. ممكن تستخدمي فانيليا باكت زي ما أنا مستخدمة، أو فانيليا سايلة. هرفعهم على النار بدون تقليب علشان ما يسكرش معايا. النار تكون هادية في الأول، وبعد ما تغلي هحسب 8 دقايق، وبعدين نطفي النار ونسيبها على جنب تبرد. الخطوة اللي بعد كده عندي 500 جرام من الكنافة، نص كيلو. الكنافة بتاعتي فريش مش متلجة. هقطعها قطع صغيرة بالشكل ده. لقيتها متماسكة في بعضها شوية ففككتها بإيدي زي ما انتوا شايفين كده، بتفك على طول. بقطعها قطع صغيرة بالشكل دوت علشان انا عاوزاها تبقى طرية، مش بنحبها ناشفة مقرمشة. لو بتحبيها ناشفة مقرمشة زي بتاعة المحلات حطيها في الفريزر قبل ما تعمليها بيوم، وبعدين طلعيها افركيها بايدك هتبقى ناعمة. حطيها في الصينية واضغطي عليها بايدك لغاية لما تبقى طبقة متماسكة، وكملي بنفس الخطوات اللي هنعملها دي. خلاص كده قطعت الكنافة. هجيب صينية مقاس 30. لو هتستخدمي صينية اصغر فهتقللي من كمية الكنافة. هدهن الصينية بمعلقة سمنة واحط فيها الكنافة واوزعها بالشكل ده علشان تكون بسوى واحد. هضغط عليها بايدي علشان تتماسك. بعد كده هسقيها بكوباية سمنة وزنها 200 جرام، اي نوع سمنة، المهم تكون ريحتها كويسة. هتقولي لي ليه ما حطيتيش السمنة في الاول قبل ما تحطيها في الصينية؟ هقولك علشان ما تعملش كتل وانا بحطها في الصينية، وكمان ما يعني مش هتتوزع كويس. انما لما بحط السمنة بالطريقة دي بتتوزع على الكنافة كلها. بحطها على الوش، على الوش كله، هي بتنزل على باقي الكنافة من تحت، وبكده تكون كلها غرقت في السمنة. وما حطيتش سكر بودرة علشان ما تبقاش مسكرة قوي. احنا هنحط طبقات وكل طبقة فيها سكر، مش ناقصة نحط سكر كمان. كده تمام. هدخلها فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180 او 200 على تاني رف من تحت.